فريق منسحب اذا راح المباراه واعترض وسابها ومشي، لكن في الحاله اللي احنا بنتكلم لا 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 يا استاذ ابراهيم، لا 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 يا استاذ ابراهيم. طب قول. الاصبح حالات هي حالات انسحاب. الايه؟ ولكن هو باي ديفولت الاصبح حالات من 17 على 4 17 على 7 هي حالات انسحاب. ماشي. طب باي كمل. ديفولت ان فريق ما جاش. ايه البند الاقوى يا استاذ ابراهيم؟ ان فريق ما جاش ولا فريق جه وطلع من الملعب. تمام. تيجي بعد كده بقى 17 على 8 ده توصيف حالات العقوبه في حالات الانسحاب اللي هي بتتكلم على ايه؟ اذا اعتبر الفريق منسحبا ما بتقعدش على الماده 17 على 7. وانا اسف يعني دي بالنسبه لي واضحه وصريحه ولغويا صريحه ومتراجعه قانونيا على فكره الكلام دوت لما كنت في الامارات. تمام. فالموضوع ما فيهوش اي مشكله يعني. تمام. ولكن حتى على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. لو حضرتك قريت الحيثيات بتاعه لا معلش عشان ما تهربش مني، فانا عايز اسئله الجمهور هتبقى مهمه لان مداخلتك مهمه والوقت برضو مش عايزه يجري. اذا حضرتك بتقول انه الحالات ديت اللي هي 4 على 17 و5 على 17 و6 على 17 7 على 17 هي دي حالات الانسحاب، ما يطبق فيها على النادي الاهلي هي 4 17 وهنا انت بتقول انه الاهلي يعتبر مهزوم. العقوبه الخاصه في حالات الانسحاب هي الماده 17 على 8. طيب انت دلوقتي اعتبرت الاهلي ايه وفقا للماده 4 17 اعتبرته ايه؟ مهزوم. العقوبه